مرحبا. علم السكون المزدوجة. تعريف المزدوجة هي قوتين متوازيتين متساويتين تعملان باتجاهين متعاكسين. عزم المزدوجة يساوي قوة المزدوجة ضرب ذراعها. هاي هون عندي مزدوجة مثلا، هاي قوتها اف، هاي البعد الذراع تبعها دي، الام هو عبارة عن اف ضرب دي. طبعا لازم موجب لما يدور عكس عقارب الساعة، ووحدة القياس هي وحدة قوة ضرب وحدة طول. مثال واحد: عمود وزنه 16 كيلو نيوتن المبين بشكل واحد. هاي هو الشكل واحد، هاي هو العمود عبارة عن مقطع متغير، القسم السفلي مقطعه كبير والقسم العلوي مقطعه أصغر قليلا، خاضع في أسفله لعزم مزدوجة. هاي هون عزم المزدوجة هون في الأسفل، هاي قوة بي، قوتها بي تساوي 100 نيوتن. هاي هي طبعا الطول، هذا هون ذراع المزدوجة 10 سنتيمتر. تم استبدالها بعزم مزدوجة مكافئة M2 قوتها F تساوي 400 نيوتن، تؤثر على المقطع العلوي للعمود اللي هو BCDK. طبعا هاي هو تم استبدال هاي المزدوجة اللي أسفل العمود، هون تم استبدالها بمزدوجة هي F تساوي 400 نيوتن. ها هي هون اف هون، وعلى الوجه BCDK اللي هو هون طوله 4 سنتيمتر. طبعا هون القوة تميل بألفا على الحافة KD، وهون بنفس الزاوية ألفا على الضلع BC. المطلوب تمثيل، أول شيء تمثيل شعاع العزم وجهة الدوران على المقطع العلوي من العمود اللي هو BCDK، يعني على المقطع هذا. 2 حساب قيمة الزاوية ألفا للمزدوجة M2، يعني لهذه المزدوجة هون، يعني بدي الزاوية ألفا هاي. 3 حساب المركب الشاقولي لرد الفعل في المسند A، يعني هون في نقطة الاستناد A في رد فعل شاقولي يتجه إلى الأعلى، بدي نحسب قيمته. الحل، هاي طبعا شعاع العزم نمثله احنا بشعاع العزم هو عمودي على المقطع، هاي هو، وجهة الدوران حسب قاعدة اليد اليمنى، هاي جهة الدوران، هاي راسمين شعاع العزم وهاي جهة الدوران. هذا إذا تمثيل شعاع العزم وجهة الدوران على المقطع العلوي للعمود. رسمنا هون المقطع، هذا مسقطه، هاي هو المسقط تبعه، وهي عندي القوة F والقوة F، وهي زاوية الميلان ألفا. طبعا هون قوة مائلة بنحللها لمركبتين، أنا راح أخذ بعين الاعتبار المركبة F فتحة اللي هي F بكوساين الألفا. ورسمنا هون مخطط حر فقط. هذا المخطط الحر الهدف منه اني احسب انا رد الفعل، يعني في عندي الوزن الذاتي قوة شاقولية للاسفل، وعندي هون رد الفعل BA يتجه للاعلى، وعندي نسبته الى محور واي الجهة الموجبة للاعلى. طبعا من تساوي عزمي المزدوجتين، يعني M1 بM2، يعني القوة الأولى بذراعها، يعني B بذراعها حولت للمتر 0.1 تساوي المركبة هاي فتحة مضروبة بذراعها اللي هو شو هو البعد هذا من هون لهون اللي هو 4، يعني طول ضلع المقطع اللي هو 4 سنتي حولت للمتر. طبعا بعد التعويض طلع معنا طبعا بعد التعويض بقيمة البي وقيمة الاف فتحة، طلع معنا انه 10 يساوي 16 كوساين ألفا. طبعا قسمنا، طلع معي الكوساين ألفا هي 0.625، وبالتالي الانفرس لهذا التابع بيعطيني ألفا تساوي كوساين ناقص 1 للرقم هذا اللي طلع معي. طلعت معي الزاوية 51.31 درجة. هاي فيما يتعلق بالزاوية حسبتها. ردود أو رد الفعل فقط في النقطة فقط، هون بدي الرد الفعل الشاقولي بيتجه على بالإسقاط على المحور واي يساوي 0 شرط السكون. طبعا هون المخطط الحر، هاي هو الفي تتجه على إشارة موجبة، ودبل في اللي هو الوزن 16 كيلو نيوتن يتجه لأسفل إشارته سالبة، في ناقص دبل في يساوي 0، ومنه في تساوي دبل في يساوي 16 كيلو نيوتن. شكرا لحسن الاستماع.